الباجي قاعدة السبسي الذين نفى سابقا وجود القناصة. ويقول التقرير أن التحريات التي قام بها أعضاء اللجنة التي كشفت عن وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع أن عديد الضحايا تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر يتمتعون بقدرات عالية على إطلاق النار وإصابة الهدف عن بعد. عفوا. وأنهم قبل ذلك اتخذوا أماكن مناسبة تسمح لهم باستهداف ضحاياهم، وأنه قد تم اختيار الضحايا بدقة بعد تأمل، وهو ما يؤكد أن عمليات قنص قد تمت. قررت أن المسمى عبد الرحمن بن محمد سقير الحارس السابق للرئيس المخلوع بن علي، قررت أن أنزع الخوف عن نفسي الذي لازمني طوال 23 ساعة. قررت اليوم وفي هذه الساعة أن أزيل الغموض على هذا الملف الشائك جدا، ملف القناصة وإماطة اللثام عن من كان وراء ومن استباح هتك دماء الشهداء. أولا أني أنفي تماما وجود جهاز خاص للقناصة في صلب وزارة الداخلية، إنما أؤكد لكم جازما أن أغلبية الشهداء التي سقطت بتونس العاصمة وأحوازها سقطت بقناصة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وهي إدارة عامة ترجع بالنظر لرئاسة الجمهورية ومستقلة تماما على وزارة الداخلية، حيث توجد فرقة خاصة تتكون من 150 عون مختص في هذا المجال، وكنت واحد منهم أتولى حماية الرئيس وتنفيذ مثل هذه المهمات السرية الخاصة بتعليمات من بن علي مباشرة أو من المدير العام لأمن الرئيس، حيث خضعنا لكشف طبي راقي واختبارات رياضية واختبار التوافق العصبي العضلي تدربنا خلالها، أولا في جبال بير بورقبة، وثانيا في ثكنة أمن الرئيس ببرج طويل، على مختلف التمارين التكتيكية على يد وحدة خاصة أمريكية إسرائيلية. وقد تم تدريبنا على خطط وسيناريوهات وهمية محتملة ضد عصيان مدني، وإني أؤكد أن هناك خطط وخرائط وملفات جاهزة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة لمثل هذه المهمات والتي كانت تستهدف سابقا النهضة. وقد تدربنا على كيفية التمركز في البنايات الاستراتيجية بتونس العاصمة، أذكر منها وزارة الداخلية، قصر المؤتمرات، نزل أفريقيا، فندق أبو نواس، قصر الحكومة بالقصبة، أبنية المساجد وغيرها، وعلى كيفية المراقبة والاستطلاع لأهدافنا، مجهزين بأجهزة قناص أمريكية متطورة تصيب الهدف على بعد 800 متر. وإني أؤكد للشعب الكريم وشباب الثورة أن السيناريو الذي سبق 14 جانفي هو نفسه الذي تدربنا عليه من قبل. وأؤكد أن الوزير السابق رفيق بن حاج قاسم والمدير العام لأمن الرئاسي علي الصرياطي والمدير العام السابق عبد الرحمن بن حاج علي الذي يشغل منصب سفير تونس بمالطا على دراية تامة بهذا الموضوع، علما أن علي الصرياطي قد قام بفصل جهاز أمن الرئيس كليا من وزارة الداخلية حتى لا يكشف أمرهم في المؤامرات وعمليات الاغتيال التي كانت تتدبر داخل قصر الرئاسة. وأني أدعم نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في ولاية سيدي بوزيد والقصرين التي تؤكد أن جميع الشهداء الذين سقطوا في هاتين الولايتين خلال الثورة كانوا برصاص أعوان الداخلية من شرطة وحرس وطني. وهنا أريد أن أشير أنما لا أستطيع أن أؤكد، وحسب أشرطة الفيديو التي نشرت على صفحات الفيسبوك واليوتيوب وتويتر والتي تثبت بالكشف حماية القناصة في بعض جهات الجنوب من طرف الجيش بكل برود الدم وكأنه شيء لم يكن، تشير كل هذه الاحتمالات والتحليلات العسكرية إلى إمكانية تورط رشيد عمار في عمليات القنص التي استهدفت شهداء الجنوب باعتبارها الصديق الحميم والمقرب لبن علي. أني أؤكد للمرة الأخيرة أن القناصة هي فرقة تابعة لأمن الرئيس والحكومة الحالية تعرف بهذا جيدا، وكل رموز الفساد بوزارة الداخلية التي لا زالت إلى حد هذه الساعة ماسكة بالمناصب العليا بالشرطة والحرس الوطني تعرف ذلك جيدا، إنما يقع التستر عليهم
أخواني وأخواتي الأعزاء، أني لا أقدر أن أكشف أكثر من هذا